السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين مع قولي مع إيه؟ مع النجم الموهبة، مع مع فتى الشاشة، مع قلب الشاشة، مع روح الشاشة. مين؟ فريد شوقي. لما أبقى في السن ده ولسه بتفرج دلوقتي حالا على فيلم فريد شوقي أول مرة، أقسم بالله أشوفه، أقسم بالله. يعني حاجة غريبة، منطق غريب اللي كده، اللي كان بيخبي الأفلام دي، كان بيخبيها ليه ما تعرفش، أنا مش عارف يعني. وياخد وإيه يعني، ما هي السلطة اللي بتمنحه إنه يمسك كل الأفلام؟ يعني أفلام وجدي أباظة، أفلام فريد شوقي، أفلام فلان، أفلام علان، أفلام الجنسية، الأفلام الإباحية، الأفلام الأفلام اللي داخلة على يعني على منطوق سياسي، اللي داخلة على مش عارف مش عارف مفهوم غلط. الفيلم ده اللي شفته مش متخيل ان في حاجه خالص خالص خالص، ان هو ايه، ان هم يحجبوا الفيلم زي ده، او يتحط في العلب ويتخزن مش عارف. كان بيوصوا مثلا قالوا ايه، لابن ابن ابنك زي عطا ابن شداد. لا مش ممكن يا جماعه، يعني مش ممكن والله بجد. يعني دي نفسي اقع في الحل، نفسي اقع في الحل. المهم هنا في الفيلم ده كان فريد شوقي قايم بدور جاسوس، يعني هو اصلا مخابرات، وهو عزت العلايلي. هيعملوا قصه صغيره كده، ان هم هي ايه، على شويه جواسيس. وفي الوجه الجديد بقى اللي كانت معاه اسمها الشفاء ان الممثله ديت هي الفيلم الوحيد اللي شفتها فيه بصراحه. ان دي الممثله دي شكلها يهوديه اساسا. يمكن عشان يهوديه ما مثلا ما طلعوش الفيلم. انا مش عارف والله العظيم، بس فيلم عادي جدا 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 جدا. ما هو ستيفان روستي والناس دي كل دول كانوا يهود. ما سابش الناس، اشمعنى في دي اتكلم فيها. وعلى فكره يا جماعه، الفيلم مش مصنف يعني جاسوس بمعنى كلمه جاسوس يعني. فيلم عادي جدا 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 جدا، ما فيهوش اي جاسوسيه ولا حاجه، ولا هات ايه، وهديك بيكو فيلم، وهديك مش عارف ايه. قصه حلوه، قصه حلوه ماشي تتمنى عليه. ادي الست دي، هي دي اللي شالوها الفيلم. يعني كان في واحد مثلا كان عايزها، و مش عارف، الله اعلم الله اعلم. يعني في ناس زمان كانت اللي كان بيعوز حاجه، كانوا عايشين في نظام ايه، كن فيكون. هات خد كن فيكون. لا اسمع عني، لا ارى، لا اسمع، لا اتكلم. نظام غريب، نظام عجيب. بس مش كده انه اتطبق يعني مش عارف. كان مزاجنجي مثلا على الناس كلها، مش عارف مزاجنجي يعني داخل على كل الممثلين بكافه انواع.